السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم العشر الأواخر، والله يتقبل منا الصيام والقيام ويبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من عتقائه من النار يا رب العالمين. رجعت لكم بعد غياب بعجينة لينة وقطنة تذوب ذوبان. نشوف المقادير. عندي كاستين من الدقيق، نص فنجال زيت، ملعقتين كبيرة سكر، ملعقتين كبيرة حليب بودرة، ملعقة كبيرة مو مليانة من الخميرة، وبنفس الكاسة موية أحط نصها وأبقي نص أحطه بالتدريج، ورشة ملح. العجينة مرة سهلة ومقاديرها مرة بسيطة، ولكن نتائجها عجيبة. أحط كل شيء في العجانة، أحط الدقيق، أحط الخميرة، أحط الحليب، السكر، الزيت والملح والماء، أحط نص وأبقي نص أخليه بالتدريج. وهنا العجينة عندي صارت جاهزة. استخدمت الماء وبقيت أقل من الربع، صار عندي عجينة طرية ومتماسكة وما تلزق باليد. دهنتها بالزيت وحطيت العجينة حقتي وأخليها لحد ما تتخمر، وبعد ما تخمرت راح أبدأ أشكلها أو أستخدمها في أي حاجة أنا حبتها. أستخدمها للخلية، أستخدمها للفطاير بكل أنواعها. فهنا راح أسوي الخلية، وراح أسوي خبز برجر ميني، وراح أسوي كرات القرفة، وممكن نسوي فيها السبانخ ونسوي فيها أي شيء نبغاه. راح أقطع الكور صغيرة جدا لأني حابة الخلية تكون صغيرة، وأجهز معايا جبنة كريمية أو جبنة كيري اللي تحبون. هذه الجبنة الكريمية اللي استخدمتها، وهذه صينية عندي صغيرة راح أحط عليها ورق الزبدة، وأبدأ أحشي كل الكرات وأحطها في الصينية. إذا حسيت إن الكورة كبيرة، أنا أبغى الكورة تكون على قد الجبنة تقريبا. إذا حسيتها كبيرة ممكن أشيل العجينة الزايدة. وهنا صينية الخلية صارت عندي جاهزة. راح أسوي كور أكبر شوية وأخليها الخبز البرجر الميني. طبعا ما راح أحشي إلا بعد الخبز. اللي حاب الكور تكون متساوية تستخدم الميزان. هنا صار عندي الصينيتين جاهزة وباقي شوية من العجينة، راح أسويها كرات القرفة. كرات القرفة زي الخلية نحشيها بالجبن الكريمي، وبعدين ندهنها بالحليب، ونحط عليها ملعقة صغيرة قرفة وملعقة صغيرة من السكر البني، وممكن نضيف الشوكولاتة البودرة، وممكن بدال ما ندهنها بالحليب ندهنها بالزبدة، كلا على حسب رغبته. بعد ما دهنتها بالحليب ورشيت عليها القرفة والسكر البني، رجعت أدهنها مرة ثانية بالحليب عشان تمسك معانا. وهنا الخلية بعد ما تضاعف حجمها راح أدهنها بالحليب، وأرش عليها السمسم حبة البركة، وممكن نخليها كذا من غير شيء. .
حطيت ال3 ثواني في الفرن وراح استودعها الله. خليت الفرن من تحت، وبعد ما تستوي راح اخليه من فوق. وهنا صارت عندي جاهزة بعد ما اخذت لون مرة حلو. ما شاء الله تبارك الله، قطنة وتذوب ذوبان وهشة ومرة خفيفة. وهذه مساكة السيليكون دايما تسويها معايا. ضغطت لي خبز البرجر وصار كذا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف قطنة وخفيف زي الغيمة. ممكن تحشونه بأي حشوة تحبونها، ممكن دجاج أو برجر أو تونة أو لبنة مع جبنة، سويتها مرة لذيذة، وسويتها بالدجاج وبرضو مرة لذيذة. جهزت الحشوة وصارت جاهزة. عندي حشوة دجاج وحشوة لبنة مع جبنة وخس أمريكي وخس مقطع شرايح. هنا الخلية حطيت على جزء منها شوية شيرة، وممكن نحط عسل أو حليب مركز، راجع لذوقكم. بعد ما حشيت كامل الكمية، ممكن نحط على الدجاج شوية شطة ومخلل خيار أو زيتون أو أي إضافة تحبونها. جدا لذيذة وقطنة قطنة. بالعافية علينا وعليكم، مع السلامة.